مرحبا بكم أخواتي الغاليات. نتمنى أنكم تكونوا على خير وفي أتم الصحة والعافية يا رب العالمين. قبل ما نبدأ القصة ديال اليوم نبغي نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. القصة ديال اليوم أخواتي كيحكيها واحد طبيب ديال العينين، أوفطالمو. هي قصة اللي هي حقيقية وقعت بالفعل، وفيها عبرة كبيرة وفيها رسالة اللي هي مهمة ومفيدة بزاف. داكشي علاش أنا ملي سمعتها قلت ضروري نشاركها مع أخواتي باش ما تطيحوش في الخطأ اللي داتو صاحبة القصة، وباش تاخدوا منها العبرة والفائدة. كيحكيها الطبيب وكيقول أنه واحد النهار جات عندي واحد المرأة تقريبا اللي في العمر ديالها 50 سنة، ومعاها ولدها في 20 من عمره تقريبا. كيقولها الطبيب من بعد ما دوزت لهاد المرأة على عينيها اتضح ليا أن وحدة من عينيها كتشوف بها مزيان، والثانية كتبان مزيانة من المظهر، ولكن للأسف ما كتشوفش بها. مشى ليها الشوف من هذيك العوينة. ايوا بديت كنخمم كيفاش غادي نخبر هاد المراه. خصني نلقى شي وسيله اللي هي تكون زعما زوينه نوصل لها هاد المعلومه ان هاد العين صافي فقدات بها البصر، ما بقاتش غادا تشوف بها. كيقول الطبيب وانا نقول لها تبارك الله عليك خالتي، كل شيء مزيان عموما، ولكن يلا غادي نبدا ندخل في الموضوع. وهي تقاطعني وقالت لي لا وليدي، انا راه وحده من عيني ما كنشوفش بها كاع. كيقول هذا الطبيب حسيت بواحد الراحه لان حيدت عليا واحد الحمل اللي كنت كنخمم كيفاش نوصل لها هاد المعلومات ديال ان عينها ما بقاتش تشوف بها. كيقول قلت لها لاباس عليك خالتي، امتى حسيتي انك ما بقيتيش تشوفي بهاد العوينه؟ وهي تقول لي قد العمر ديال ولدي هذا، راه في عمره دابا 20 عام. وانا نقول لها ولكن شنو العلاقه ما بين ولدك وما بين فقدانك الشوف في هاد العوينه؟ وهي تقول لي ايوا اسمع لي القصه ديالي يا ولدي، واسمح لي غناخذ لك من وقتك. كيفاش تفقدت الشوف في هاد العوينه؟ انا من بعد ما تزوجت حملت وولدت بنت الاولى، وعاودت حملت وولدت بنت ثانيه، وعاودت ولدت بنت ثالثه، وعاودت ولدت بنت رابعه، ولاو عندي 4 البنيات. كنت في كل مره كنقول هذا غادي يكون ولد، هذا غادي يكون ولد، ولكن بقيت تولدت 4 البنات. كنت كل مره كنمشي عند الأطباء الاختصاصيين وعند العشابة الشعبيين باش يساعدوني نولد الولد، خصوصا اني سمعت ان كاين شي هرمونات اللي كتاخذهم المراه وكتولد الولد. وكنت دائما نصلي ونبقى ندعي ونطلب الله يرزقني الولد، ولكن والو، عييت من داوي. وفي كل مرة كنت كنولد غير بنت، وكان كيبقى فيا الحال بزاف حتى لدرجة اني الله يسمح لي كنت ملي كتزاد عندي البنت كنبقى نبكي وما كنفرحش بيها. وفي هذاك النهار كان نهار الجمعة، صليت العصر و... وسمعت بأن كاينة ساعة استجابة. صليت العصر وبقيت في المصلى ديالي، وبقيت كندعي وكنبكي على الله، وكنطلب في الله، وقلت يا ربي رزقني بولد، حتى لو تاخد وحدة من عينيا غير رزقني ولد نفرح به. وكتقول سبحان الله، استجب لي الله الدعاء ديالي وحملت، وفي هاد المرة ولدت ولد اللي كنت كنحلم به. ايوا فرحت به ما قدتني فرحة. وفي واحد النهار وانا شاداه وهو باقي صغير، عتا دخل لي صبعو في عيني، ومن تما ما بقيتش كنشوف بها. والله سبحانه وتعالى استجب لي الدعاء ديالي كيف ما انا طلبته انه يعطيني ولد وياخذ وحده من عويناتي، يعني ما نبقاش نشوف بها. داكشي اللي كانت هذه هي القصه ديال هاد المراه كيفاش تفقدت الشوف في عين وحده. وهاد المراه كتنصحنا وكتوصينا اننا خصنا نرضاو بداكشي اللي عطانا الله، وما نيأسوش،
ونفرحوا بأي حاجة عطاها لينا الله وكتب علينا الله. وكتقول ما عمركم ديروا بحال اللي درت أنا، ملي طلبوا الله سبحانه وتعالى على شي حاجة اللي نتوما باغيينها وعندكم رغبة فيها، فما تقولوش يا ربي خذ مني هاد الحاجة وغير اعطيني هاد الحاجة اللي أنا باغاها، أو لا يا ربي غير اعطيني هاد الحاجة ولو تكون فيها كذا وكذا. أختي الحبيبة، دائما ملي تطلبي الله وترجيه وتكون عندك رغبة أكيدة على شي حاجة اللي انت باغاها ونفسك فيها، يكون الدعاء ديالك صادق، والدعاء ديالك يكون زوين، وديما طلبي الحاجة الزينة والحاجة الكبيرة. فحال مثلا إلا بغيتي تطلبي الله، مثلا بغيتي دار، دائما طلبي الله وقولي يا ربي ارزقني واحد الدار اللي زينه وكبيره ومشمشه والجيران يكونوا مزيانين، يعني طلبي حاجه اللي زينه. وإلا طلبتي خدمة مثلا باغا تخدمي، طلبي وظيفة اللي تكون زوينة وغتكوني فيها مستورة وتكوني فيها يعني محترمة، وتكون يعني وظيفة اللي تكوني مرتاحة فيها. دائما طلبي الحاجة المزيانة وطلبيها كبيرة، راه الله راه ما حتى حاجة ما كتعزو في الدنيا. راه اي حاجة طلبتيها من عند الله سبحانه وتعالى راه قادر يعطيها لك كيف ما طلبتيها. كاين اللي كتقول يا ربي ارزقني دار واخا تكون صغيره، واخا تكون فيها جوج بيتات، لا، واخا هي الظروف ديالك كتبان لك انك ما بامكانكش، راه ما تعرفيش الله منين غادي يرزقك. وطلبيها دائما، طلبيها كبيره، طلبي دار زينه، وطلبي خدمه زينه، وطلبي لما بغيتي الولد او البنت طلبي الله، قولي يا ربي ارزقني الذريه الصالحه اللي تكون تبر بيا وتهلا فيا، ويكون ولد سليم معافى وصحيح. دائما طلبوا حاجة مزيانة، فالله راه ما حتى حاجة، كل شيء بيده وهو قادر على أي حاجة، والخزائن ديالو راها ملأة ولا تنفد أبدا. والله راه هو الغني وهو الرزاق ذو القوة المتين. فملي تبغيو تطلبوا الله راكم غادي تطلبوا الله سبحانه وتعالى الغني الخالق البارئ اللي بيده الخير وإليه المصير، وهو على كل شيء قدير. ماشي غادي تطلبي البشر، راك غتطلبي رب البشر. فدائما ملي تبغيو طلبوا طلبة زوينة باش الله يستجيبها لكم كيف ما طلبتوها إن شاء الله بحول الله. نتمنى أخواتي أن هذه القصة تكون عجباتكم، وفضلا منكم أخواتي إلى عجباتكم دعموني بجيم وبالبارتاج، لعل شي حد يسمع هذه القصة وياخذ منها الفائدة وتوصل الرسالة للناس يا رب العالمين. والله يجازيكم بالخير أخواتي، والله يعطيكم حتى يغنيكم، ودمتم في أمان الله.